سمية الخشاب تفتح النار على رامز جلال، مش هسيب حقي منك يا رامز. شنت الفنانة المصرية سمية الخشاب هجوم على الفنان المصري رامز جلال بسبب المشاكل الصحية اللي تعرضت لها من بعد حلول ضيفه ببرنامج المقالب رامز جاب من الآخر. وقالت الخشاب خلال لقاء لبرنامج تفاعلكم إنها اضطرت لدخول المستشفى باليوم التالي من تصوير الحلقة، وفوجئت بدخول عدد من المشاركين بالبرنامج للمشفى أيضاً، لافتة إلى حذف جزء كبير من الحلقة من أجل عدم ظهور إصابته. واستنكرت الخشاب القول إن المشاركين بيوقعوا على ورقة بتأكد موافقتهم على كل الملابسات والظروف الخاصة بالبرنامج، مؤكدة إنها ما رح توافق على أذيتها جسدياً، وتابعت: جسمنا بتعرف بينا، مش من حقك تأذيني نفسياً وجسدياً وصحياً، ده حقوق الإنسان والقانون. وأشارت إلى أنه المنشور اللي نشرته عن الحلقة عبر صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا واللي كتبت فيه مش هسيب حقي منك يا رامز لم يكن على سبيل المزاح. وصرحت الخشاب بأن رفعت قضية على رامز واتخذت إجراء من اليوم التالي لتصوير الحلقة، مختتمة: أكيد مش هسيب حقي، متأكدة إنه معظم الناس اتصابت لكنهم بيسكتوا عشان عاملين اعتبار للقناة. MBC ليست خصم في هذه الأزمة وليست طرفا على الإطلاق، لأنها مجرد محطة للعرض ويجمعني بهم كل احترام وتقدير. وأنتوا هل بتحبوا هذا النوع من البرامج أو لا؟ خبرونا بالتعليقات.